عملية بناء العادة بيتم تقسيمها لأربع مراحل بسيطة، واللي هي الإشارة والسوق والاستجابة والمكافأة. وكل العادات اللي بنكونها في حياتنا بتمر بالمراحل الأربعة دي. أولا الإشارة، ودي اللي بتنبه دماغك عشان يبدأ سلوك معين، وهي عبارة عن معلومة تتنبأ بمكافأة معينة. وبما ان الاشاره هي المؤشر الاول اللي بيوضح لنا اقترابنا من المكافآت، فبالتالي من الطبيعي ان الاشاره بتؤدي بنا للسوق، اللي هو الخطوه الثانيه اللي بتقابلنا واحنا بنكون العاده الجديده، واللي هي عباره عن القوه التحفيزيه اللي بتكمن خلف كل عاده بنقوم بيها. لانه من غير مستوى معين من التحفيز او الرغبه واللي هي التوق، مش هيكون عندنا سبب لفعل شيء معين. ومثال على ده، انت لا تتوق او تميل او ترغب لتدخين سيجاره، وانما تتوق او ترغب في الشعور بالارتياح اللي بتقدمه السيجاره. التوق بيختلف من شخص للتاني، لان اشاره معينه واللي بتبدا دايما بيها العاده مش شرط انها تحفزني زي ما حفزتك، او مش شرط انها تحفزك زي ما حفزتني، لان افكارنا ومشاعرنا وانفعالاتنا هي اللي بتحول الاشاره لتوق. والمرحله الثالثه من مراحل تكوين العاده هي مرحله الاستجابه، واللي هي بتمثل العاده الفعليه اللي بتقوم بيها، واللي ممكن انها تاخذ صوره فكره او فعل معين. والاستجابه دي بتعتمد على مقدار تحفيزك ومقدار التوتر المرتبط بالسلوك، لانه لو تطلب فعل معين قدر معين من الجهد البدني او العقلي اكبر من اللي انت مستعد انك تبذله، وقتها مش هتقوم بيه، لان العاده ما بتتكونش الا اذا كنت قادر على القيام بيها.